السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في أي مكان، برحب بكم وأهلا وسهلا بكم. شرفتوني ونورتوني. يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد. بفرح جدا لما ألاقي اشتراك جديد من كذا أو ألاقي عدد الاشتراكات بيزيد. أي نعم، عدد الاشتراكات لسه قليلة جدا. يعني أنا فكرت أول ما هفتح القناة دي هلاقي الاشتراكات عدت ونطت كده زي قناة الحكاية فيها منا. لأن اللي ما يعرفنيش أنا صاحبة قناة الحكاية فيها منا، بس بعتها خلاص الحمد لله. بس طبعا مش بيعاها اللي هي خسرانة او بيعاها اللي هي وحشة، انا بيعاها الحمد لله ربحانة كتير مشاهدات ومشتركين وارباح وكل حاجة الحمد لله بفضل الله تعالى وبفضلكم طبعا. ففتحت القناة دي قلت خلاص عشان ابدأ بداية جديدة كده، والحمد لله تعالى بتبسط جدا من الاشتراكات الجديدة، بتبسط من التعليقات او الكومنتات على الفيديوهات اللي بنزلها. فاهلا وسهلا بكم باذن الله. كل كلمة هقولها في القناة دي او في المحتوى ده باذن الله هيفيدكم جدا، ومش هتدخلوا الا وانتوا خارجين ومستفيدين باي حاجه. وده طبعا استفاده من خبرتي كأم. اول حاجه لثلاث اولاد بربيهم. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ربنا يحفظ لنا اولادنا جميعا يا رب، واولاد المسلمين يا رب العالمين، ويبارك فيهم يا رب العالمين. تاني حاجة إن خبرتي كانت في التدريس في مجال رياض الأطفال ومجال التأسيس من حوالي 14 سنة، فده يعني عمر طويل في المجال ده. فاللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. في أي معلومة بإذن الله هنقولها في الفيديو ده هتبقى إن شاء الله متوثقة علميا ومتوثقة من خبرات الحياة برضه. طيب زي ما بقولوا كده، اسألوا مجرب ولا تسألوش طبيب. لا، هنا بقى في الفيديو ده هتسألوا مجرب وطبيب مع بعض الاتنين الحمد لله تعالى. طيب هنبدأ كده، بس حطوا اللايكات بقى عشان اللايك يعني بيفرق كتير في الفيديو، فاتمنى تحطوا اللايك. لو شفت الفيديو واستفدتوا منه حطوا اللايك. لو ما استفدتوش منه اكتبوا لي ايه وجه التقصير في الفيديو او التعليق، وانا برحب بالتعليقات طبعا البناءة. اكتبوا لي في التعليقات. الحمد لله التعليقات مفعلة، قناة الحكاية فيها منا كانت اغلب التعليقات غير مفعلة. فانتوا اكتبوا لي في التعليقات كده انتوا عايزين نشرح لكم ايه الوحش في الفيديو، ايه الحلو في الفيديو، الكلام ده كله عشان نفيد ونستفاد مع بعض باذن الله، ونكبر اكتر واكتر بدعمكم ليا، لاننا من غيركم ولا حاجة. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى توفيق من ربنا، وطبعا وقفتكم جنبي. هنبدأ كده. أول حاجة في الفيديو ده، طبعا أنا فكرت في الفيديو ده اللي أنا أعمله ليه، لأن بتجيلي شكاوى كتير جدا بسبب الشكوى اللي أنا هقولها أو بسبب موضوع الفيديو ده. وبرضو حد كتب لي في التعليقات أنا قاعدة مع بنتي من العصر لحد الساعة 12 بالليل وبحفظها في كام كلمة يا دوب على ما حفظتهم، أو بعمل معاها حاجة كده على ما عملتها. فانا جايه في موضوع النهارده او في الحلقه بتاع النهارده هكلمكم ليه يا حبيبتي، ليه يا هانم منك ليها بتقعدوا مع اولادكم في السن ده. يعني ابنك في رابعه خمسه سته اعدادي ثانوي، ليه بتقعدي معاهم هما بيذاكروا؟ امال ايه يا مس انت عايزانا نسيبهم كده مع نفسهم ويضحكوا علينا ويضحكوا على نفسهم؟ اول حاجه يا حبيبه قلبي انا هعرفك انك تتعاملي معاهم ازاي. اول حاجه انك هتفهمي اولادك كده زي ما انا قلت، لو مشينا على قواعد وقوانين كده في كل حاجه هنمشي مرتاحين. يعني اول حاجه زي ما انا قلت لك في اول السنه كده انك هتقعدي معاهم وهتفهموهم اللي احنا كل واحد يعمل اللي عليه. زي ما انا عليا حقوق وواجبات ناحيتك، انت عليك حقوق وواجبات ناحيه نفسك وناحيتنا برضو. كل واحد عليه حقوق وليه واجبات، عليه حقوق وليه واجبات. فانت حقك ايه؟ حقك انك تذاكر، حقك انك تعمل اللي عليك، حقك انك تجتهد. واجباتنا عليك ايه؟ اللي احنا نوديك الدروس اللي انت محتاجها، نجيب لك كتب والملخصات اللي انت محتاجها، نوفر لك البيئة المناسبة اللي انت محتاجها، نعمل لك كل حاجة تريحك، نوفر لك الاكل والشرب اللي هيساعدوك او هيدوك طاقة طول اليوم، نوفر لك الفلوس اللي انت محتاجها، نوفر لك كل حاجة. فطالما احنا وفرنا لك كل حاجتك يبقى انت تعمل اللي عليك في المقابل. طيب عملت اللي عليك ده التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى بقى. طيب فاحنا هنفهم اولادنا كده في بداية السنة، احنا لسه بداية السنة، نقعد معاهم ونفهمهم اللي زي ما انا بعمل اللي عليا وبعمل لك كل حاجة انت محتاجها وكل حاجة بتطلبها لو في مقدرتي طبعا. طب انت اعمل اللي عليك، وطبعا المذاكرة دي في مقدرتهم عشان محدش يقول إيه انت قلت اهو في مقدرتك. لا، المذاكرة دي في مقدرتهم. طالما انا عطيهم جايبه لهم كتب خارجية بذاكر لهم او هم بيذاكروا لنفسهم، موفره لهم قنوات مثلا من الشرح، لو ما ودهمش دروس بودهم دروس، بودهم مدرسة، موفره لهم كتب خارجية، موفره لهم كل حاجة يبقوا يذاكروا ويعملوا اللي عليهم. طيب انا امتى اخلي ابني يذاكر لوحده او ينفصل تدريجيا عني؟ ده انا كل ما اقوم
ادخل الاوضه ابني الاقيه سابقني، اروح اخرج من البيت الاقي ابني سابقني، ابني يقول لي مش مذاكر ولا فاتح الكتاب إلا لما تيجي. اخرج او امشي من جنبه ويقفل الكتاب ويلعب، اول ما اقعد جنبه يذاكر. احل المشكله دي ازاي؟ هقول لك حبيبه قلبي، زي ما انا قلت لك، اول حاجه هنحط قواعد وقوانين. قواعد وقوانين اللي انت تذاكر وتعمل اللي عليك، واللي بيذاكر بيذاكر لنفسه. لازم ابنك او بنتك يعرفوا النقطة دي كويس جدا جدا، انك تعرفوهم اللي بينفع بينفع نفسه. انت لما هتنفع وهتكبر كده وهتبقى حاجة جميلة كده، اي حاجة انت بتتمناها انت ساعتها مش هتنفعني، او مش مثلا هتجيب لي الشرف ده، او مش مثلا هتجيب الفلوس دي او السعادة دي هتحطها لي، او انا هكون مبسوطة بنجاحك وبسعادتك وكده، لكن انت نفسك هتكون فخور بنفسك، هتكون فخور بنفسك قدام اصحابك، هتكون فخور بنفسك قدام نفسك، هتكون عملت حاجة انت نفسك فيها. فاللي بينفع بينفع نفسه، واللي بيذاكر بيذاكر لنفسه. طب اولادنا لسه صغيرين، ده ابتدائي، هيفهموا الكلام ده. خلاص يا حبيبة قلبي، بس واحدة واحدة تعودوهم على الكلام ده. تعودوهم اللي هم لما يكتبوا الواجب ويكتبوه بخط حلو ده لنفسهم، ده حاجة في كراستهم في كشكولهم. كشكولهم هيبقى شكله نظيف ومرتب، المس هتتبسط منهم، هم هيتبسطوا من نفسهم لما يلاقي خطهم حلو، واخدين مثلا مكافأة حلوة من المس بتاعتهم، نجمة وش بيضحك، ما شاء الله تبارك الله خطك جميل. لما يكون خطهم منظم، لما يكون إجاباتهم منظمة وأسلوبهم منظم، فأكيد هيتكافئوا على كده، فهيكون عطيهم شعور بالسعادة أو شعور بالانبساط. طيب أول حاجة كده زي ما أنا قلت قواعد وقوانين، اللي أنت لازم تذاكر زي ما أنا بعمل اللي عليا ليك، أنت تعمل اللي عليك ليا. طيب أول تعمل اللي عليك اتجاه نفسك. تاني حاجة ابدأي تدريجي كده. طبعا السن البسيط اللي هو سن التأسيس، سن أولى تانية تالتة، لازم تقعدي جنبه. هقولك تقعدي جنبهم ازاي، عشان بلاقي في امهات للاسف بقابلها اقول لها اقعدي جنب ابنك، الاقيها مريحه نفسها وكاتبه لي هي الواجب، عطيها الواجبات كاتباها لي هي، او مخليه اخوه الاكبر في السن يكتبها له، مريحه نفسها خالص، او قاعده جنبه وسايباه يغلط براحته، وسايباه كاتب له بخط زفت، وسايباه عامل لي العجب في الكراسه، وتقول لي ايه مش قلت لي ما تتدخليش؟ فانا قاعده جنبه وخلاص. طب انت قاعده جنبه ليه سيادتك؟ قولي لي كده، ردي على سؤالي، انت قاعده جنبه ليه لما انت ما تدخلتيش؟ بجد الواحد بيشوف العجب. انا لما اقول لك اقعدي جنب ابنك وخليكي دورك كمشرف فقط، اللي انت مثلا وانت قاعده جنبه هيكتب حرف غلط هتقومي مسحه له، لا يا حبيبي الحرف ده اهو بيتكتب بالطريقه دي، الحرف ده بينزل من على السطر بالطريقه دي، الحرف ده طريقته زي المس ما هكتبه لك كده، الحرف ده هو كذا، السطر ده هتعمله كذا، المسألة دي لو غابت عنه هتحلها له بالطريقة دي، هتفهميه مثال وتسيبيه يحل الباقي، مش هتسيبيه يعمل غلط بقى وتقول له مش انت عايزه تعرفي مستواه ايه، وتقول محدش يكتب له محدش يحل له. اه انا سبته يعتمد على نفسه، سبتيه يعتمد على نفسه وجه يقرفني انا ساعه كامله اصحح له في الاخطاء، وما ادلوش حاجه جديده بقى، لا ده انا اصحح له في الاخطاء وافهمه اللي هو المفروض اخده الحصه اللي فاتت تاني، عشان سيادتك يعني ما كلفتش خاطرك بس وانت قاعده جنبه تقولوا له مثلا المثال ده هيتحل كذا. ده اللي انا بقوله بقى لكل الامهات حبايب قلبي، بقول لهم انا عايزاكم تقعدوا جنب اولادكم بس كدور مشرف بس. يعني ايه مشرف؟ اه يا حبيبي كتبت الحرف ده، طيب انا عايزه بس على ما ادخل المطبخ مثلا احضر لك اي حاجه، على ما ادخل مثلا اربع الهدوم ده، على ما ادخل اعمل كذا، او على ما اروح كذا، اجي الاقيك كاتب لي الصفحه دي بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، اجي الاقيك مخلص لي حل المسائل ده زي النظام ده او زي الطريقه دي. لو ما عرفتش حاجه يا حبيبي سيبها لحد ما اجي، لو عرفت حاجه حلها، لو ما عرفتش حاجه سيبها عشان ما تشخبطش، عشان ما تكتبش بخط وحش، عشان كذا، لحد ما انا اجي واقعد جنبك. ده كله هيكلفك ايه؟ هيكلفك دقيقه اول الواجبات او اول المذاكره، ودقيقه اخر المذاكره اللي هو متابعه وتقييم. انت هتسيبيه عشان يعتمد على نفسه، وفي نفس الوقت هتكون عينك عليه، هتكون عينك هو بيتصرف ازاي، بيكتب ازاي، بيمسح ازاي. ده في اولاد بيمسحوا بيقطعوا الكراسات، وبلاقي الامهات شايفاهم جايبه له الكراسه كده. في اولاد بيكتبوا بالازرق، بادئين يكتبوا بالازرق وشخبطه شخبطه على لغايه اللي هم عاملين حبر على الورق، وامهاتهم سايباهم يجوا كده. ازاي؟ طب دورك ايه في البيت؟ طب انت بعتهولي الساعة دي أنا هقعد أخد بالي من تنظيم كراسته وشكل خطه وكتابة الواجب، ولا اخد بالي من الدرس الجديد اللي انا هشرحه، ولا اخد بالي من كام زميل ليه قاعدين في المجموعة؟ انا اخد بالي من ايه ولا ايه؟ طيب انا دوري ايه؟ دورك المرحلة الصغيرة دي تأسيس أولى تانية تالتة تقعدي جنبه.
زي ما انا قلت هتوضحي لهم الواجب مطلوب في ايه، تقرأ رأس السؤال لهم وتفهموهم الواجب مطلوب في ايه، اعملوا كذا، عشان هما للأسف بيلاقوا الصور الأشكال بتاعت لهم بيوصلوا وبيشخبطوا، ما بيقرأوش رأس السؤال. فانت هتفهموهم رأس السؤال عايز ايه. طيب هتحلوا ده ازاي، هتدوهم مثال واحد بس، خلاص مثال واحد فهموه. حابينك تشرح لهم الدرس، اشرح لهم في كراسة خارجية، اشرح لهم في اي مكان وادوهم امثلة عليه. طيب يبقى انت لو انت اللي معتمدين عليك في الشرح ما توديش اولادك دروس، خلاص اشرح لهم الدرس وادوهم واجبات او ادوهم امثلة او ادوهم انشطة وسيبهم يحلوها، ما تقعديش جنبهم بقى في الحل. يعني ابدأي تدريجي كده، اتخلي عنهم واحدة واحدة كده. النهاردة مثلا هتقعدي معاهم نص ساعة، بكرة هتقعدي معاه ربع ساعة، بعده هتقعدي معاه 10 دقايق، بعده ما عدتش هتقعدي معاه خالص، اللي هتبقي مشرفة بس على الحاجة اللي هو عملها حلها أو الحاجة اللي لونها أو الحاجة اللي كتبها أو كده. يبقى احنا اتفقنا اللي يبقى دورك إشراف بس فقط ولا غير في المراحل الكبيرة. المراحل الصغيرة دي هتقعدي معاهم برضو مراقبة ومتابعة وإشراف. يعني إيه؟ أنا بقعد أشرف عليكم وبراقبهم من بعيد، بشوفهم بيشتغلوا إزاي وبتابعهم برضو، يا ماما دي كده صح، اه يا حبيبي، وانا بعمل مصلحتي او انا بقضي شغلي، ما اقعدش جنبهم متذنبه جنبهم، اه يا حبيبي صح، كمل ده بنفس دي، طب خد بالك دي، ده في ثانيه واحده عينها هتلقط الحاجه كده اقول لها طب خد بالك المساله دي بتتحل بالطريقه كذا عشان ما تغلطش وتحلها بطريقه كذا. طيب خد بالك ده مش زي اللي انت عملته المره اللي فاتت، ده مثلا طالب العدد السابق، انت مثلا بتحل العدد التالي، فعشان ما تغلطش خلي بالك. افكره كده حاجات بسيطة مش هتاخد مني 5 دقايق بالظبط. طيب الخطوة اللي بعد كده انا عودتهم يعتمدوا تدريجيا على نفسهم، خاصة اللي هم الكبار في السن، خلاص التأسيس. طب دوري ايه مع الكبار في السن؟ دوري مع الكبار في السن اللي هم رابعة خمسة ستة، اللي أنا بتكلم عن المرحلة الابتدائية الوقت، لسه هعمل إن شاء الله فيديو للمرحلة الإعدادية، طيب أو المرحلة الثانوية عموما، يعني اللي هم الكبار بقى دول. طيب دوري إيه مع طلبة رابعة خمسة ستة؟ أنا هقول لهم أنتوا أخدتوا إيه في الدرس. طب أنا افرض أنا اللي بذاكر لهم يا مس وعايزة أذاكر لهم مثلا، عادي يا حبيبتي مفيش مشكلة خالص، ذاكري لهم زي ما أنا قلت، مذاكرة الدرس هتاخد منك ربع ساعة نص ساعة، ادوهم تقييم بقى على اللي أنت شرحته لهم او ذاكرتي معاهم. طب هم اخدوا درس بره، طب انا عايزه اقيمهم واعرف مستواهم ازاي، ادوهم امثله زي ما انا قلت، تقييمات تدريبات، اشوف الانشطه، اشوف الواجبات بتاعتهم، زي مشرف كده. انت عليك النهارده مذاكره ايه يا حبيبي؟ طبعا كل واحد هيختار المادة اللي بيحبها، ليه؟ لأن هي أسهل مادة بالنسبة له. أنا ابني مثلا بيحب العربي، هيقول أنا هذاكر عربي يا ماما، لا إما هيختاروا، لا إما هي سهلة بالنسبة له، لا إما هي ما فيهاش أسئلة اللي أنا أسألها له ومثلا اكشفه اللي هو مش عارف حاجه، فهيقول لي العربي يا ماما، اقول له حاضر يا حبيبي، عايز تذاكر العربي ذاكر العربي، وهسألك في كذا، هحدد له بقى، مش هسيبها له عايمه كده، هسألك مثلا في معاني النص مثلا اسلامي او مصري مثلا، هسألك فيه. طيب هسألك مثلا في الدرس ده هو اللي هو رد الجميل مثلا، او هسألك مثلا في رسالة من ابائنا وامهات، هسألك في اي حاجة، انا هحدد له دروس كده، هسألك في المعاني دي، هسألك في الأساليب والتراكيب دي، هسألك في النحو ده، عشان ما تقوليش أنت ما قلتليش يا ماما، أنت عملتليش يا ماما. يبقى أنا حددت له كده اللي هو ما يمسكش الكتاب اسمه قاعد بيذاكر ويقول أنا ما وصلتش لده، طب ما أنا ما ذاكرتش ده، طب أنت ما قلتليش إن أنت هتسأليني في ده، والكلام اللي إحنا بنسمعه والاسطوانات دي. يبقى أنا حددت له أنت هتذاكر إيه يا حبيبي، هو اللي اختار أهو، أنا اخترت العرب، حاضر يا حبيبي هات كتاب العربي كده، وقفت عند فين؟ عند الموضوع الثالث. طيب حللي كده الموضوع الثالث تقييم عليه ده. طيب ذاكر لي كده الدرس ده وهسألك فيه في الأسئلة بتاعته. طب ذاكر لي مثلا المعاني ده وهسألك فيه. طيب أنا اخترت يا ماما الإنجليزي، عسل يا حبيبي. طيب هتختار الإنجليزي إيه؟ تعالى يا ماما حفظيني الكلمات بقى، أصل أنا ما بعرفش أحفظها لوحدي. حاضر يا حبيبي هقرأ له الكلمات، احفظ له الكلمات، مش هحفظها له اللي هو مثلا اقعد اقول له بوك بي او او كي، باك بي اي جي جي، واقعد ايه امليه الحروف كده. انا مثلا ممكن اقعد فيها 3 ساعات 4 ساعات على ما احفظ له 20 كلمة او 25 كلمة، لان الدرس احنا عارفين ان الدروس كلمات الانجليزي طويلة يعني كلماتها كتير. طيب هقول له انت عايز تحفظ ايه يا حبيبي؟ انا عايز احفظ مثلا وليكن اجزاء الجسم، بادي بارتس مثلا. هقول له عين يعني اي مثلا، انف نوز، فم ماوس، اذن اير،
رأس هيد، شعر هير، يد هاند، رقبة نك، مش عارفة ايه، احفظه الكلمات اللي هو اخدها. طيب هقرأها له مرة واتنين تلاتة، اقرأها كده يا حبيبي، اسأله شافه فيها. طيب هتحفظها ازاي بقى؟ اكتبها له، لو بطريقة اللي هو ينزل بها كده هكتبها له ينزل بيها. طيب لو هو بيكتب في كراسة وبيسمع الكلمة اول ما انا اقولها له على طول، هير اتش اي اي ار، يقوم كاتبها. مثلا نوز ان او اس اي، يكتبها مش عارفه ايه، وحفظهم. خلاص احفظ مع نفسك بقى، كررهم واحفظ مع نفسك. وهخلص اللي ورايا، لازم تسيبيه في وسط المذاكره، لازم تسيبيه. او اعمل لك كوبايه عصير كده، او اعمل لك شاي، او اعمل لك سندوتش، او اعمل لك مش عارفه ايه، هقوم اكلم بابا في التليفون، هقوم اعمل اي حاجه. بلاش اكلم بابا في التليفون لان ودانهم بيكونوا معانا. هعمل اي حاجه. طيب وهرجع لك على طول، تكون انت ان شاء الله خلصت اللي انت بتذاكره، او خلصت الحاجة اللي انت بتعملها، او خلصت حفظ الكلمات وانا هسألك فيها. لازم نقنن وقت المذاكرة بحاجة هيقيم عليها اخر المذاكرة، عشان زي ما انا قلت لك ما يمسكش الكتاب بالثلاث اربع ساعات وهو لا ذاكر حاجة ولا انت سألتيه في حاجة، والوقت ضاع مننا واليوم راح مننا. انت اخترت مادة كذا، طيب هتذاكر ايه في المادة دي؟ هتذاكر يونت 1 مثلا، هتذاكر مثلا الدرس الاول والتاني والتالت مسائل الرياضيات مثلا، هتذاكر مثلا ال- الدراسات مثلا اول ثلاث دروس، هتذاكر العلوم مثلا اول مفهوم. انت اللي اخترته وقررت تذاكر بقى. انا هسألك، هتسأليني ازاي يا ماما؟ اسألك بالطريقة اللي تريحني، اسألك اكمل صح وغلط من بين السطور، اسألك اديك تقييم واقول لك حلهولي، اسألك زي ما اسألك. يبقى احنا لازم واولادنا بيذاكروا نعرفهم اللي في اخر المذاكرة دي هيبقى في اسئلة ليهم. مش ذاكرت يا ماما؟ خلصت يا حبيبي، شاطر، يلا حضن الماما وبوسة الماما قبل النوم، يلا باي باي. يبقى احنا ايه؟ ما قيمناش ولا عرفنا ابننا ذاكر ولا ما ذاكرش، ولا ضحك علينا ولا ضحك على نفسه ولا ما ضحكش، ولا استفاد ولا ما استفادش ولا حاجة. لازم يكون في تقييم آخر المذاكرة، آخر اليوم لازم يكون في تقييم. يبقى كده احنا عودنا أولادنا انفصلوا تدريجيا عننا في متابعة وإشراف. أنا بشوفهم هما بيعملوا إيه بس من بعيد لبعيد، مراقبة كده من بعيد لبعيد، لكن وقت التقييمات أنا مسؤولة عنه. بالاضافه طبعا المدرس اللي هم بياخدوا عنده انا ماليش دعوه بالواجبات اللي هو بيديها لهم او حاجه، او لو اداهم واجبات انا بقيمها بس ماليش دعوه بالتعليم. يعني مش هصحح لهم بقى، بسيب تصحيح المدرس، بس بشوفهم بيحلوا ازاي، حلوا صح ولا غلط، بيحلوا السؤال فهموه ازاي، بيحلوا ممكن اعلم لهم قبل ما يروحوا للمدرس تاني عشان اتاكد حلهم صح ولا غلط، وهكذا. يا رب اكون افدتكم، وباذن الله هقول لك على الحلول اللي مخليه الاسباب، اسفل الاسباب اللي مخليه اولادك يتعلقوا بيكي في المذاكره. ان شاء الله لو لقيت فيه تعليقات وحاجات حلوه على الفيديو ده باذن الله هعمل لكم فيديو تاني على طول على سلسله المذاكره برضو. يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير والى اللقاء.